تحية عطرة مني إليكم لكل متابعي الأوفياء في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم على قناتي الطبخ مع زهور. أقدم لكم اليوم بمشيئة الله حلا سهل بارد منعش بدون بيض أو زيت أو كريمة، بمكونات سهلة وبطريقة جد مبسطة، بثلاث طبقات، مع طبقة الجيلي باللون الأحمر مع نجمة خضراء ترمز لعلم بلادي المغرب، رمز الفخر والعزة والعروبة، وإهداء مني خاص لمنتخبنا الوطني أسود الأطلس. شكرا لكم يا أبطال، لقد شرفتمونا وكتبتم التاريخ بأحرف من ذهب. شكرا لكم ولكم منا كل الفخر يا أسود الأطلس. وللمكونات نحتاج ورقة الفيلو من 10 إلى 8 ورقات فقط. أولا نأتي بقالب مخصص للكيك، قطره لا يتعدى 20 سنتيمتر. نلبس في قعر القالب ورقة الطهي بهذه الصورة. بعدها نأتي ب100 جرام من الزبدة المذابة وندهن الجوانب مع الوسط. نفرش ورقة الفيلو أو ورقة القلاش على جميع وجه القالب مع دهنها جيدا بالزبدة المذابة. نستمر بوضع ورقة الفيلو ودهنها كذلك بالزبدة المذابة، وكما سبق لي الذكر من 8 إلى 10 ورقات. ثم نزيل فائض ورقة الفيلو من جميع جوانب القالب. ندخل قالب ورقة الفيلو إلى الفرن مسخن مسبقا على درجة 160 مئوية مدة لا تتعدى 10 دقائق. بعدما نحصل على اللون الذهبي في الأسفل وكذلك من الفوق، نخرج القالب من الفرن. نضغط قليلا بملعقة صغيرة في الوسط ونضع القالب جانبا. وللحشو نحتاج إلى اللوز المسلوق والمقلي والمجروش مع الفستق الحلبي المجروش، وتبقى الكمية على حسب الرغبة. وكذلك نحتاج إلى القليل من القطر أو القليل من العسل. في آنية نضع اللوز المقلي والمجروش، ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من القطر أو العسل. يمكنكم تعويض اللوز بالفول السوداني المحمص والمجروش ما يعرف بالكاوكاو. بعدها نضيف هذا الخليط إلى ورقة الفيلو المقرمشة ونوزع الخليط بالتساوي في الوسط وكذلك في الجوانب. بعدها نضيف 150 جرام من الفستق المجروش على هذا الشكل، ونترك القليل من الفستق الحلبي البيستاش للتزيين. بالنسبة للطبقة الأولى من الكريمة نحتاج إلى لتر من الحليب، 3 كوب من مسحوق اللوز أو مسحوق جوز الهند ما يربي الكوك، نصف كوب من السكر، كوب وربع من السميد النوع المتوسط، وملعقة صغيرة من الفانيلا. في كاسرول نصب لتر من الحليب البارد، ثم نضيف كوب وربع من السميد النوع المتوسط ونصف كوب من السكر. نخلط جيدا السميد مع السكر والحليب حتى تندمج المكونات مع بعضها. بعدها نضيف 3 كوب من مسحوق اللوز
أو تعويضه بمسحوق جوز الهند الكوك. نضع الكسرول فوق نار هادئة مع التحريك المستمر بدون توقف. بعدما يصبح الخليط ثقيل شيئا ما، نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا، ويمكنكم تعويضها بملعقة صغيرة بماء الزهر. مع الاستمرار بالتحريك بدون توقف حتى نحصل على خليط بقوام ثقيل. بعدما نحصل على قوام كثيف، نفرغه مباشرة فوق خليط اللوز مع الفستق المجروش، مع توزيع الطبقة الأولى بالتساوي على جميع الجوانب. نترك الطبقة الأولى لكي تبرد مدة ساعة واحدة. وللطبقة الثانية نحتاج إلى كوب ونصف من الحليب البارد، 3 معالق كبيرة من مسحوق النشا، 100 جرام من جبن كريمي، وملعقة صغيرة من الفانيلا. في كاسرول نصب أولا كوب ونصف ما يعادل كأس كبير ونصف من الحليب البارد، ونضيف 3 معالق كبيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الفانيلا. نخلط هذه المكونات، بعدها نضعها على نار هادئة. بعد مرور دقيقتين فقط ونحصل على خليط بهذا الشكل، نضيف مباشرة 200 جرام من الجبن الكريمي ونستمر في التحريك. نزيل الكسرول من فوق النار مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على خليط بقوام كريمي بهذا الشكل. نفرغ مباشرة طبقة الجبن الكريمي فوق الطبقة الأولى من السميد، وللإشارة يجب أن تكون طبقة السميد باردة تماما. بعدها نترك الطبقة الثانية لكي تتماسك على الأقل 30 دقيقة في البراد. في هذه الأثناء نحضر طبقة الجيلي، ونحتاج إلى كيس من الجيلي بمذاق الفراولة. في كاسرول نصب كوب واحد من الماء الدافئ، ثم نضيف كيس من الجيلي. وللإشارة لم أضيف السكر لأن هذا النوع من الجيلي محلى سابقا. نستمر في الخلط بدون توقف حتى نحصل على خليط بقوام لزج وخاتر. نأتي بقالب الحلا بعدما أصبحت لنا طبقة الكريمة باردة ومتماسكة تماما. بعدها مباشرة نفرغ عليها طبقة الجيلي، ونوزع الخليط كذلك بالتساوي في جميع الجوانب وكذلك في الوسط. بعدها نضع الحلا في البراد لكي تتماسك لنا طبقة الجيلي على الأقل من ساعة ونصف إلى ساعتين. وعند التقديم زينت هذا الحلا على شكل علم بلاد المغرب باللون الأحمر والأخضر الذي يرمز للانتماء الروحي وللفخر والعزة والحب لهذا البلد الحبيب. وللإشارة كذلك يمكنكم الاستغناء عن طبقة الجيلي، يمكنكم فقط تقديم هذا الحلا بالطبقة الثانية مزينة بالقليل من المكسرات.
مع رشها قليلا بقليل من العسل أو الشربات. وهذا هو شكل الحلا من الداخل ب3 طبقات. الطبقة الأولى من المكسرات مع طبقة السميد واللوز أو الجوز مع طبقة الجبن الكريمي. وتقدم هذه التورتة أو هذا الحلا لأسركم وأحبابكم بالصحة والهنا. أرجو أن تعجبكم وصفتي لهذه اليوم وأن تطبقوها في بيوتكم، لأنها وصفة رائعة وسهلة بمكونات متوفرة بمذاق يستحق منكم التجربة. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بالاشتراك والدعم لقناتي لكي يصلكم دائما كل جديد. والحين أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله دائما الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة بمشيئة الله. وكذلك أتقدم بجزيل الشكر لأسود الأطلس. شكرا لكم، شرفتمونا وكتبتم التاريخ بأحرف من ذهب، فشكرا لكم يا أسود الأطلس، ولنا كل الفخر والاعتزاز بكم. لقد سجلتم تاريخا جديدا للعالم العربي والإفريقيا في كرة القدم، فهنيئا لنا بكم وفخورين بانتصاراتكم المتتالية وبالرسائل القيمة والقيمة التي قدمتمونها للعالم. أبطال وستظلون أبطال المغرب الكبار. عشنا معكم حلما جميلا، جمعتم قلوب الأمة من حولكم وصنعتم تاريخا غير مسبوق. لكن هذه هي كرة القدم، لم تخسروا بل كسبتم حبنا وحب واحترام العالم.